ترجع لبادا. هنا محاولة للتسديد ولكنها التي تألق فيها وأغلق الزاوية بشكل مثالي. التسديدة الأولى من مسعودي وتعملنا الكرة مشات للشبيبة داخل منطقة الجزاء. التسديدة كانت مؤطرة. كرة في الركنية تنفذ وتلعب في وسط المرمى مباشرة. ثانية بنزيد من هناك على الجهة اليمنى. بنزيد في محاولة للمرور 1 على 1 يتمكن من المرور. عمرو يدخل بالكرة داخل منطقة الجزاء ويحاول التوزيع والدفاع بصعوبة. يخرج عمران وكذلك زيد. عمران ينفذ الكرة تبقى الخطورة. جحد الذي يبحث عن أول أهدافه هذا الموسم. أمله تلعب هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. ارتور جورج يعطيها الحل. ارتور يتقدم. ارتور يمهد يسدد. هذا المسؤولية ولكن التسديدة غابت عن رزانة وثقة. شوف ارتور كيف وجد الحل واخر. احمد معمري وصلته الكرة في محاولة للتوزيع بطريقة ممتازة. لاعبين والركنيات. شوف معمري كيف حطها بالمليمتر لو تم استغلالها بشكل مثالي. ويحاول المرور. يحاول بنزيد يتمكن من توزيعها. كرة طويلة عمري يسترجعها. انطلق نجم مهدي. في النهاية الدفاع كثير يسرى لقريب. رجعت له من جديد المراوغة داخل منطقة الجزاء. عمران فائق يحاول اعطاء الكرة البينية ولكن عادت ولا تزال لمصلحة فريق مستقبل الرويسات. هنا محاولة لتسديد الدخول بالكرة من عمران. في اللقطة السابقة في التوزيع السابقة. وهنا في الحالة الدفاعية وماذا يقول الحكم؟ طبعا هناك ركنية لمصلحة مستقبل بلد في حالة جري في حالة انطلاق. طبعا نشاط فارس جابري في التنفيذ وفائق عمران ينفذ في القائم الأول. دفاع الشبيبة يخرجها إلى الركنية الثانية. وشاهد هنا خرجها طبعا شاهين باللوال. كرة ثابتة تلعب الكرة من بنزيد في القائم الأول. لم يتمكن من منصبه بسبب عدم التفاهم مع الإدارة. هنا التسديد كانت محاولة ممتازة من بانديسي جونيور في التسديدة هذه لم تكن ببعيدة كثيرا عن إطار مرمى جاية مرباح. خلل اختلالات دفاعية يعني مع مرور الدقائق. تلعب الكرة في القائم الأول دائما بنفس الطريقة. ما يتمكنش من تعامل مع هذه الكرة في جزء من الثانية. مستقبل الرويسات وهي الكرة الأخيرة. طبعا اغرب في تنفيذ الركنية. يفضل القائم الأول والكرة بعيدة تماما. عمران وكذلك جحد مشات الكرة من هناك الجهة اليسرى في محاولة للدخول. التسديدة طريقة ممتازة من الشاب جابري. التوزيع من لحظة الرويسات. بوجمعة مهدي كرة بينية من دون تبقى لشبيبة القبائل. ارتور في التوزيع. ارتور جورج بعد من الخفة والسرعة والمهارة دفاعا وهجوما يعني يساهم في الحالة الدفاعية وينطلق ويشكل الخطورة في الحالة الهجومية. سلامات على محمد رضا جحدو الملقى على ارضية الميدان. والبطاقة الصفراء. البطاقة الصفراء لبدا ارتور جورج. ارتور بدا جورج تلقى البطاقة الصفراء ويمنح البطاقة الحمراء لبدا ارتور جورج. الإثارة تشتعل. الكرة في القائم الأول دائما بنفس الطريقة من في تنفيذ الكرة الثابتة على تأتي بالجديد. تدخل دفاعي من معمري لمصلحة الشبيبة. التوزيع حاضرة. هنا الكرة الدفاع يتدخل بصعوبة. بوجمعة يفقد كرة أخرى كثيرة ضائعة. جحدو يتقدم. جحدو طريقة ممتازة في عمران. محاولة الشوط الأول من الوقت الرسمي. تلعب الكرة. دفاع يتدخل ينتظر. تلعب قصيرة هذه المرة. ترجع من جديد. التوزيع حاضرة ولكن مع من هناك توكي بدر الدين يتمكن من العودة للخلف. محاولة للتسديد التأمين. الكرة تلعب بطريقة ممتازة ولكن في محاولة للمرور. أو هنا الكرة وصلت لمعمري في محاولة للتوزيع في الشوط الثاني من جانب الشبيبة مرغم في التنفيذ. والحارس زج بالتشكيلة التالية بعد هذه الهجمة المرتدة لمصلحة شبيبة القبائل. والدفاع يبعد. شبيبة تريد أن تدخل مباشرة نحو منطقة فريق كنا نشاهد ومهدي مرغم في تنفيذ الكرة الثابتة. دفاع محاولة الدخول. التوزيع 1-2 ثم الجهة اليمنى نشط جابري فارس في التوزيع. الكرة شوف الإعادة هنا مشات مباشرة إلى نشاط ثم التوزيع والدين. الكرة قبائلية دائما بنفس الطريقة. وكرة
الكرة فوق الإطار، مشات فوق الإطار. نشاهد الإعادة. طبعا يغادر ضيقة الميدان امام تعاطل امطار الخير هنا بتيزي وزو وبكامل ارجاء القطر الجزائري باسم الكرات. هنا محاوله وخطر من جانب فريق مستقبل الرويسات، فريق الدفاعات السميكه لنادي مستقبل بلديه الرويسات، ولكن التفاهم يغيب. بنزيد ناصر، بنزيد يحاول المراوغه، بنزيد يفتح الرواقي، يضطر للعوده للخلف. هل ستكون هناك عوده لتقنيه الفيديو الشبيبة التي شوف الإعادة هنا. نشاهد هنا اللاعب هذا الموسم يلعب ويتفاوض دون عقدة داخل وخارج ميدانه مع كبار اللعبة. الكرة قبائلية، التسديد يا جلال الدين لمس الكرة اخرجها وحرف مسارها الى الركنية. يا سلام على التسديد، ولكن يبدو ان الحارس المتألق عمل الذكاء هنا ومرغم مهدي مرغم في تنفيذ الركنية. دفاع الرويسات لفايق عمران، فايق عمران ينتظر التسديدة ولكن سهلة بالنسبة لحارس. وصلت لفايق عمران بذكاء كبير تغير الكرة المسار. مداني في أول تدخل شرة إلى الحارس قايم رباح. شوف الأخطاء الدفاعية. وزيد أو بنزيد ناصر في التنفيذ دائما. الهدف الأول، والهدف الأول لفريق مستقبل الرويسات في المتابعة. القائد فؤاد رحماني، الحالة المعنوية المنحطة بالنسبة لشبيبة القبائل. وبنزيد ناصر وضع كرة في فردني لفريق مستقبل بلدية الرويسات. كان لوحده زغاد، استثمر 1-0. زغاد ياسين وضع الكرة في الشباك وفرحة كبيرة. بيض وجد كرة وهدية فقبلها بكل فرح وسرور وهز شباك قايم رباح بهدف ساذج. هنا في هذه الحالة لم يكن أترك التقدير وأترك الحكم للحكام، تشيكين فار، والحكم يثبت الهدف الأول لفريق مستقبل بلدية الرويسات. هنا بفعل ننتظر عودة إلى التقنية الذي كان متسللا على كل التقدير بالمليمتر وضم. هل سيكون في التنفيذ كرة طويلة قوية ولكن الحارس جت سهلة بين يديه. راح ناحية البديل تليلي محمد عبد الوهاب يرسل هذه الكرة، تلعب داخل منطقة الجزاء وتدخل مهدي مرغم. الكرة البينية من هناك وصلت لي ساربا بكار، التوزيع ساربا بكار والتوزيع ودي سلاحين زج بهما المدرب جوزيف زيمباور. يراوغ الثاني، يتمكن من توزيع هذه الكرة أو يراوغ مرة ثانية ويعود بالكرة لمهدي. محاولة للمرور من مسعودي، الدخول بالكرة، هذه الكرة في القائم الثاني في وسط المرمى. القائم الأيمن، القائم يتعاطف مع هذه الكرة. تدخل هنا الإعادة للقطة السابقة الرأسية القوية، والقائم الأيسر متاحة وسانحة أخرى للشبيبة تلعب برجل مهدي مرغم بالراس. حارس المرمى مكان وقوفه بعد ما راحت الكرة والرأسية الأولى من بلال المسعودي إلى القط الأول. صراحة كان متألقا في شوط المباراة الأول. هنا الكرة جسر وهكذا التقدم يظل. نزل ماسينيس اللاعب السابق لشبيبة القبائل، لعبت الكرة في الجهة اليمنى، التوزيع الدفاع كيف لعبت ثنائية جميلة جدا في آخر المطاف. تلعب الكرة التماس الركنية. 4 من مستقبل الرويسات وواحد من شبيبة القبائل. سلامات إن شاء الله. سلام مصطفى هو اللاعب قبائلية في الوسط. هنا التسديدة من مرغم ولكنها بعيدة تماما أو من عمق الميدان في محاولة من بالعريبي للتسديد ولكنها فوق المباراة. فيها اندفاع بدني، فيها قوة كبيرة. هنا الكرة لشبيبة القبائل. يا سلام على التسديدة والتوزيع والمراوغة والتسديدة. يبحث عن هدف معادلة النتيجة والفرديات قد تصنع الفارق. انطلاقا لشبيبة القبائل داخل منطقة الجزاء. الكرة التوزيع التسديد. هذه الكرة ميدان التوزيع. نتيجة في الرمق الأخير، في اللحظات الأخيرة، في الدقيقة 9 وبوت كان في الترصد وفي الانتظار وفي المراقبة. وضع الكرة بلمسة
كان يمني النفس باستثمار النقاط الثلاث في هذه المباراة. القائم في الأولى هذه المباراة. هنا التوجيع من مهدي مرغم، الحكم يقول الخطأ لدفاع والكثير من الأوقات المستقطعة، وبالتالي